السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما جبناش وصفه، اليوم جبت لكم مجموعه تاع تحضيرات لشهر رمضان المبارك. ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا، ان شاء الله نكونوا من الحيين. جبت لكم بعض التحضيرات اللي ممكن يساعدوكم يعني في شهر رمضان المبارك، بما انه النهار راه قصير. ما يقدكش الوقت يعني باش تحضري كامل مجموعه من الاطباق، منها مملحات، شوربة، حريرة، طبق رئيسي، يعني سلطة فيها بزاف تحضيرات وبزاف أطباق يدو الوقت بزاف. المهم جبت لكم اليوم أفكار ممكن يفيدوكم بإذن الله. أنا هنا عندي كما راكم تشوفوا عندي 6 تاع الدجاجات، بصح درت غير 4 رمضان، يعني 4 دسيتهم خبيتهم من رمضان في الكونجيلاتور، وزوج كليناهم عادي في هذه الأيام تاع شعبان. انايا الدجاج تاعي كنت نقيته مليح وقطعته وغسلته 2 مرات، يعني هذه اللي راكم تشوفوا فيها المره الثالثه. درت بسينه تاع الماء شويه دافي، ودرت له حبه تاع الليمون عصرتها مليح وخليتها في هذاك الماء، ودرت لها شويه تاع الخل كما شفتوني في الاول، ونزيد ندير لها كمشه تاع الملح، يعني هكذا ما يبقاوليش فيه دوك الروائح. يعني يولي نقي يشعل يتعقم، يولي واش نقول لكم داك الدجاج يشعل شعيل. درت الدجاجات تاوعي اللي كنت كما قلت لكم قطعتهم وغسلتهم 2 مرات، وهذه المره الثالثه الاخيره نخليه يتنقع فيها، يعني نخليه ديك 10 دقائق ولا ربع ساعه في هذا الماء تاع اللي راه فيه الملح والخل والليم. وبعد ربع ساعه نديره في حاجه اللي تصفيه ونخليه يقطر. يعني انا درته في الثلاجه بات ليله كامله، الغدوه من داك عاد باش درت معكم هذه التحضيرات، يعني كان قطر مليح وكان ناشف باش ما يغبنكمش من بعد في التقطاع. يعني والله العظيم يا البنات هذا التحضيرات ينحوا عليكم واحد الغبينه. واش نقول لكم يعني كي ديري هذاك الرولي ولا كي ديري بولي فارسي ولا ديري اي تحضيره في الفريجيدير، ومن يجي وقتها تجبديها في رمضان تلقايها كي الحسنه، والله غير تلقايها كي الحسنه. تنقص عليك بزاف تعب وبزاف وقف في الكوزينه. واش نقول لكم، يعني نتمنى الناس كامل تجرب هذه التحضيرات، وهذوك اللي كونت هذه التحضيرات يعني عادي، نحترم آراء كل الناس، كل واحد ورأيه، وكل واحد وكيفاش يخمم. اللي هنايا كنت الغدوه من داك كما قلت لكم كان قطر مليح. درت هذوك 4 دجاجات كامل في هذه القصعه، يعني انا عندي هنايا 4 تاع صدوره، راني نوري لكم 1 2 3 4، والافخاذ عندي 8. فوالا شوفوا لي كيفاش راه نقي وكيفاش راه يشعل. كاين فئه من الناس يشوطوه، انا يعني مستغنيه تماما على هذيك الخطوه، يعني مكتفيه فقط بنقيه مليح، يعني ما فيه ولا ريشه، نعقمه مليح كما شفتوني. يعني شوفوا بيض يشعل شعيل ما خصه حتى حاجه وما فيه حتى ريحه كيما راه هكا. ونجي نخدموا الوصفات تاوعنا، يعني وحده مورا اختها. كنت قلعت لهم الجنحين درتهم مع لاجيح. وهنايا هذه الرقبه مع النص تاع شويه من هذاك تاع الظهر، هادو خليتهم يعني نبنن بهم شوربه، نبنن بهم حريره، نبنن بهم طاجين تاع زيتون ولا جلبن، ولا كي يكون عندي باغ اكزومبل هذاك الطاجين راني رايحه ندير فيه لي بول تاع الكفته وكامل، ما نقدرش تاني نخسرو في الدجاج، نقتصدو شويه ندير له غير هذاك العظم يبنه. ويعني هذه هي، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. الجنحين هنا تاني راني نوري لكم بعد ما نقيتهم وشوفوا رديتهم يشعلوا، تاني عقمتهم ورايحين تشوفوا معايا التتبيله تاعهم. وهنا هذه الكبده تاع الدجاج، يعني تاع هذوك 6 دجاجات. انا الدجاج صراحه ما نشريش من عند البوشي ديريكتومون، يعني هكا نشريه، نروح نشريه على واحد ماشي بعيد علينا بزاف عنده مذبحه، يعني تشوفي الدجاج حي قدامك وتروحي نتيا تختاري الدجاجه اللي راكي باغيتها، وتقولي له باغ اكزومبل ذبح لي هذه، يذبحها قدامك عادي، ويريشوها تاني بهذيك الاله، وتجيبيها يديرها لك في ساشي وتجيبيها. يعني انا بانت لي هذا كيما قلت لكم، يعني هذا يعني هذا الشراء كيما نشري كيما هكا بان لي احسن. تربحي الكبده تاعك، يعني هذيك الكبده ما شريتهاش كيما شفتوها معايا، فقط لقيتها في الدجاج، يعني يعطيها لك كيما راهي بها بكبدتها، ما يقلع منها والو. وتاني يعني حاجه قدام عينك، مذبوحه قدام عينك، يعني تشوفيها انتي تختاريها،
مانيش عارف، بانت لي باللي يعني احسن من هذيك تاع اللي نشروه من عند الجواج. ومانيش عارف، كل واحد وش يحب وكل واحد وش يبغي. هذه هي. المهم آه هنايا جيت نديزوسي معاكم هاد الفخذ، يعني ماشي غير هاد الفخذ، انا هادوك الفخوذه كامل في 8 ديزوسيتهم. كما قلت لكم هنايا جيت نديزوسي عفوا معكم هذا الفخذ. يعني الطريقه سهله كما راكم تشوفوا معايا بالنسبه للمبتدئات اللي ما يعرفوش ولا اللي عمرها ما ديزوسات فخذ. يعني وريت لكم الطريقه سهله، تبعي فقط العظم، تمشي فقط مع العظم حتى تقلعه تماما. ولكن لازم الخدمي تاعك يكون قاطع، يعني باش ما يغبنكش. انا صراحه هذا ماشي قاطع بزاف، غبني، سيت كاع الخدم اللي عندي كامل غبنوني. يعني ما جيت نكمل هذوك 8 نسيت باش نشري واحد يعني سبيسيال لهاد الامور هادو. نزيدو نقلعو هذيك العظمه التاليه اللي تكون لاصقه في الفخذ. والفخذ تاعنا راه واجد كما راكم تشوفوا. انايا ديزوسيتهم في 8 يعني كاملين باش نعمروهم، ودوك تشوفوا معايا كيفاش عمرناهم وكيفاش تبناهم. فوالا كملنا هنايا الفخذ الاول، وكما درنا مع هذا الفخذ نديرو مع جميع الافخاذ الاخرين الباقيين ان شاء الله تكون يعني صوره واضحه. نجو نروحوا للصدوره تاعنا كيفاش غادي نخدموهم. هنا هذوك الصدوره في 4 راني دايرتهم هنايا. نقلعوا لهم نحطوهم هنايا فوق هاد لا بلونش. انايا كانت غبنتني هذيك الساشي اللي كنت دايرتها من تحت، الوغ قلعتها وخدمت عليها مباشره، يعني عقمتها مليح بالجافيل وغسلتها مليح ونشفتها وراني نقطع فوقها. قلعت لهم هذيك العظمه اللي تكون لاصقه في الصدر. مالي يعني ما ترموهمش، تبنوا بهم كما قلت لكم شوربه ولا كاش طاجين يكون عندكم ولا. دسيتهم فوالا مالا درتهم في لي ساشي كونجيلاسيون ودسيتهم. كنت درتهم هنا كما قلت لكم في لي ساشي ودسيتهم في الكونجيلاتور. يجي نهار ان شاء الله وما يكونش عندي دجاج ولا حاجه نبنن بهم شوربه ولا حريره ولا اي طاجين يكون عندي. المهم هنايا جيت هنا يعني هذا نص صدر الاول، يعني نص صدر درته شاورما. قطعته هنايا الى قطع شويه يكونوا بالطول كما راكم تشوفوا معايا، يكونوا بالطول. بعد ما كملتهم هذا هو نص صدر، يعني هذه هي الكميه اللي خرجها لي. نجي لهنا ندير التتبيله تاع الشاورما. اول حاجه درت شويه تاع الملح، يعني ديروا لي زيبيس قيس الدجاج تاعكم. زدت له شويه تاع فلفل اسود او حرور، شويه سكنجبير، نزيد له شويه تاع الكركم، نزيد هنايا شويه تاع فلفله حمراء، نزيد هنايا تابل تاع الشاورما بما انه راهي يعني الوصفه تاع الشاورما. ندير هنايا شويه فقط تاع الخل ونزيد لها عصره تاع الليمون. الليمون يعطيها بنه رائعه. نزيد لها هنايا شويه تاع لا موطارد، يعني مغرف صغيره تاع لا موطارد. انا هاد القرعه هذه تاع لا موطارد كانت كملت لي، من بعد نستعملوا الزاوجه اللي راهي عندي. نديرو تاني شويه تاع توم بودره وشويه تاع الزيت ونخلطوا التتبيله تاعنا. يعني هذه هي تتبيله تاع الشاورما اللي نحتاجوها. نحطوا فيها هذيك الدجاج تاعنا اللي كنا قطعناه الى شرائح بالطول ونخلطوا مليح حتى يدخل كامل هذيك التتبيله في الدجاج تاعي. ونديروه في انا كنت شريت هاد الطباسه جوطابل هادو باش نكونجلي فيهم، يعني ندير كامل الكميه في الطبسي تاعي تاع الجوطابل ومن بعد نغلفه بالساشي كونجيلاسيون ونكونجليه عادي. يعني في رمضان ان شاء الله كي نكون رايحه ندير شاورما نجبد ونخدم عادي، نخليه يدي كونجلا ونخدم به. يعني تقدروا ديروا بها بزاف وصفات. ممكن ديريها في ميني تاكوس ولا دي ساندويتش ولا اي مملحه تكوني حابه تحشيها بالدجاج، او ممكن حتى ديري به غراتا تاع الشاورما يجي يهبل. هنايا الصدر الزاوج ماشي صدر، يعني نص صدر الزاوج قطعته هنايا الى يعني مكعبات كما راكم تشوفوا، قطع صغيره يعني على شكل مربع. هادو رايحين نديروهم دي بروشيت، يعني نحشوهم في هادوك اعواد الشواء
دوك نتبلوهم مع بعض ونديروهم في اعواد الشواء ونطيبوهم عادي في الطاجين ولا في الكوشه كيما تبغوا. هنا تتبيله عندي شويه تاع حرور، شويه سكنجبير، شويه كركم، شويه فلفله حمراء، عندي شويه توم بودره، عندي هنايا شويه توابل الدجاج، وعندي مغرف صغيره تاع لا موطارد كيما تعرفوا الدجاج يبغي لا موطارد، وعندي عصره تاع الليم، وعندي شويه فقط تاع الخل ماشي بزاف، وشويه تاع الزيت. نخلطوا مليح التتبيله تاعنا. ندير لها هنايا شويه فقط تاع اكليل الجبل، يعني غير شويه ماشي بزاف، يعطيني بنه هايله. نديرو الدجاج تاعي نديره هنايا في الغيسيبيون هذه في التتبيله، ونخلط مليح التتبيله. هنا التتبيله تاعي البنات الا لاحظتوا كنت نسيت ما درت لهاش الملح، يعني حتى من بعد في الاخير باش تفكرت رحت زدت لها الملح وخلطها مليح. هنايا تاني هي نديرها انا صراحه كنت رايحه نعمرهم ديريكتومون في اعواد الشواء، مي حوست في داك النهار وما لقيتش، يعني في الحوانت اللي حدايا ما لقيتش، الوغ دسيتها كيما راهي. النهار اللي نجي نستعملها باذن الله نكون شريت اعواد الشواء وندخلهم عادي في اعواد الشواء ونطيبهم ان شاء الله. تشوفوا معايا هاد الوصفه ان شاء الله في رمضان الكريم ان شاء الله. هنايا نروحوا للصدر الزوج، يعني صدر الثاني، راني دايه زوج نصاص تاع الصدوره، يعني صدر كومبلي. نروح نطحنه في الاشوار. فوالا نحتاجه مطحون. والله البنات هاد التحضيرات الا تقلع عليكم النص والله العظيم غير تساعدكم. كما قلت لكم البنات والله غير يقلع عليكم النص تاع التعب والوقاف في الكوزينه، خصوصا النساء العاملات، الوحده اللي تكون مريضه، يعني ما طيقش توقف في الكوزينه، بزاف صوالح. هنايا نروحوا نعاودوا نولوا للوصفه تاعنا. التتبيله درت شويه فلفل اسود، شويه سكنجبير، شويه كركم، شويه فلفله حمراء، وشويه من توابل الدجاج، وشويه توم بودره. زدت هنايا كمشه تاع المعدنوس، سنه تاع الثوم، يعني الدجاج يبغي الثوم ويبغي التوابل باش يجي بنين ماشي كيما اللحم. درت لها هنايا عصره تاع الليم، مغرف تاع لا موطارد، وزدت لها هنايا شويه تاع الزيت. نعجن مليح هاد الخلطه تاعي يعني حتى ينسجموا لنا. نسيت الملح، رحت درت الملح اليوم والله ما على بالي كيفاش دعوتي مع الملح، يعني ماشي من عادتي ننسى الملح، موالف نديره هو كاول حاجه. وهذا اليوم مع تحضيرات راني تقريبا في كامل الوصفات نسيته، دائما نتفكرها في اخر دقيقه. كيما شفتوني كنت قسمت هذاك الخليط تاعي الى نصفين، يعني صدر كومبلي درت نص صدر والنص الزواج دوك تشوفوه معايا تاني. نجي هنايا راني باغي نخدم الرولي تاع الدجاج. نجيب بابي فيلم نبسط هذاك الرولي تاعي، يعني نخدمه على شكل مستطيل كما راكم تشوفوا. عاونوا رواحكم البنات بالزيت باش ما يلصق لكمش، يعني غير قطره تاع زيت في يدك باش ما يلصق لكمش الرولي تاعكم. كما تعرفوا الدجاج يتلصق. هنايا جيت حشيته بالفرماج، يعني هذا فرماج تاع الميزان. درت شويه تاع الفرماج ونزيد ندير له هذا الفرماج تاع لي ساندويتش، يعني هذا يعطيني بنه هايله وشباب وما يدوب من بعد. هذه هي. وانتم ديروا اي نوع تاع اجبان يكون عندكم، يعني ننصحكم فقط ما ديروش هذاك تاع البيدو، يعني سائل و مانيش عارف بان لي زعما ما يجيش في هذا النوع من الروليات. نتوما سيو ديروا فرماج يكون نوعيه شابه، لا بغى تاع قطع، يعني هذاك تاع لي بورسيون. نجي هنايا الرولي كيما شفتوني ونحزم منا ومنا هذاك هذا البابي فيلم، نسيو نزيروه ونعاودوا له بابي فيلم واحد اخر، يعني ندوبلي له البابي فيلم باش ما يطرطقش معايا من بعد. فوالا نعاود له بابي فيلم، يعني جزء واحد اخر، ونعاود نربطه كيما درت في الاول.
عارفه غادي يجوني تعليقات زعما تقول بزاف الناس ما يبغوش هاد التحضيرات، تقول لك لا وبنات رمضان في الطياب ومنا، بصح بنات رمضان من يكون مثلا في الصيف النهار طويل، يعني عندك المعاونه في الدار نتوما زوج ولا ثلاثه مثلا في الكوزينه كل وحده دير حاجه، بصح بزاف ناس يحتاجوا هاد التحضيرات، اللي عاملات، اللي تكون مريضه، اللي ما عندها شكون يعاونها مع التربيه، اللي عندها دراري صغار، الدراري يقراو، خصوصا يعني الدراري ما شاء الله في رمضان الاختبارات لازم نعاونوهم ونحفظوهم ونوقفوا معاهم، والله ما تلحكي الواحد يخفف على روحه شويه، يدير هذه التحضيرات المسبقه من قبل، تلقايهم يعني ينقصوا عليك بزاف، تربحي بزاف وقت. الوحده تصلي نيشان في وقاتها، تختم القرآن مرتين او 3 مرات وعلاش لا، يعني فيها بزاف، تريحي روحك والله بزاف، يعني تنقصي على روحك. انا تبان لي كيما هاك، وكل واحد ورأيه، ونحترم كامل الآراء، يعني كل واحد وكيفاش تبان له. نجي هنايا درت الرولي زاوج يعني كيما شتوني بنفس الطريقه، هذا كنت زدت له شويه تاع الزيتون مقطع، قطع صغيره باش نبدل شويه النكهه، وكنت درت له تاني الفرماج كيما شتوني، يعني كيما درت في الرولي الاول عمرته تاني بالفرماج وروليته، نزيد ندوبلي له كيما في الاول بابي فيلم، ونعاودو تاني نحزموه ونخلوه، يعني والرولي تاعنا راه واجد. دوك مازلت ندير معكم الرولي تاع افخاد الدجاج هذوك اللي كنا ديزوسيناهم، نتمنى تبقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا كامل الافكار اللي درتهم، واللي يعني تحب هاد الافكار هادو. فوالا الرولي زاوج كملناه، يعني درنا زوج روليات. هنا نروحوا للصدر الثالث، يعني هذا ثالث الصدوره تاعنا، بقى لنا واحد. نروحوا تاني نطحنوه في الاشوار ونحطوه تاني في الغيسيبيون، يعني ميم غيسيبيون راني نخدم بها كيما لاحظتوا تقريبا نفس التوابل، يعني ما كان له مره على مره نروحوا نبدلوا ونكثروا على روحنا ماعن، يعني غير حاجه واحده ونخدموا فيها. هنايا كنت درت هذاك الزيتون اللي بقى لي، درت شويه في الرولي كيما شفتوا، وشويه بقى لي درته هنا في هذه الخلطه، درت لها شويه تاع المعدنوس، درت لها هنايا شويه حرور او فلفل اسود، شويه سكنجبير، نزيد لها شويه تاع كركم، شويه تاع فلفله حمراء، كما قلت لكم يعني تقريبا نفس التوابل، يعني حاجه تابل وزوج فقط اللي يتغيروا. كنت درت هنايا شويه تاع الشاورما، وثاني كنت درت توابل الدجاج. درت لها هنايا شويه تاع توم بودره، نزيد لها مغرف تاع لا موطارد، يعني انا الدجاج نبغيه بلا موطارد يعطيني بنه هايله، ونزيد لها عصره تاع الليم. فوالا قطره فقط تاع الخل، يعني ماشي بزاف، قيس مغرف صغيره تاع القهوه، شويه تاع الزيت وسنه تاع الثوم، وفي الاخير كامل نزيد لها لا شابلور، يعني هنايا خبز يابس مرحي درت 4 مغارف. البنات باذن الله راح نشارك معكم خبز يعني لا شابلور متبله. شوفوا الملح تاني كنت نسيته في الاخير تفكرته، يعني الحمد لله راني نتفكرهم قبل ما نخدم بهم. نجي هنايا غادي نديرهم لي دونات، يعني نديرهم باذن الله طاجين الدونات، ولا نديرهم على شكل مملحه، ولا تقدري تخدمي بهم بزاف وصفات. لي دونات هادو يجوا بزاف شابين، ورايحين تشوفوهم معايا باذن الله في رمضان، نشارك معكم كيفاش طيبتهم وكيفاش درتهم ان شاء الله. نديرو هنايا بابي فيلم في هادو تاع لي دونات، يعني هادو تاع لي بابا وتاع الكعيكات تاع، يعني نخدموا بهم بزاف صوالح. نديرو بابي فيلم باش ما يلصقوناش، وكيما شفتوني يعني الصوره راهي واضحه. تقدري ديري تاني الا كان عندك مول تاع سيليكون تاني يساعدك، وإلا ما كاش عندك كامل يعني نعطيك فكره صغيره، ديري هكا حربوش في يدك من هذا العجينه تاع الدجاج، وديري بوشون تاع قرعه هكا في الوسط، ودوري عليه هذاك الحربوش وقفليه وخليه يعني حتى يتكونجلا، من بعد قلعيهم وديريهم مع بعض في ساشي ولا في حاجه باش تكونجليهم. انا كيما راهم هكا كونجليتهم بهم بالحديد تاعهم. اول حاجه قبل ما نكونجليهم لا عفوا كنت كونجليتهم كيما راهم كيما قلت لكم بهم بهذاك المول تاعهم تاع الحديد، كونجليتهم يعني حتى تكونجلاو لي مليح وحكموا رواحهم مليح، نقلع لهم هذوك البابي فيلم ونقلعهم من هذوك تاع الحديد،
وندسهم عادي في طبسي هذوك تاع الجوطابل، ولا ديروا نتوما لي بواط هذوك تاع اللي راهم يتباعوا تاع بلاستيك بهم ببلاعاتهم، وتكونجلو فيهم عادي كل واحد ويدير في الحاجه اللي تكون عنده. هنايا جيت بقات يعني نص الكميه درتها لي دونات، نص الكميه الاخرى درتها هليلات. رايحين تشوفوا معايا باذن الله في رمضان المبارك طاجين الهليلات يجي روعه. كنت درتهم يعني على شكل هليلات او على شكل شارك كيما شفتوه معايا. ندهنوا البلا تاعنا بالزيت ونستفوهم ونخليهم حتى يتكونجلاو باش عادك نروحوا نديروهم في لي ساشي كونجيلاسيون. فوالا هنايا اخر صدر اللي هو الصدر الرابع كنت تاني طحنته، درته هنايا في الغيسيبيون. نروحوا نتبلوه كيما عفوا هذا ما تبلتهش، هذا خدمت به يعني نص. درت 3 تاع الكرات كيما راكم تشوفوا ملاح، نحتاجهم في الحشوات كيما البوراك كيما لي صالي، يعني نحتاجهم هكا عادي. ما درت لهم لا ملح لا حتى حاجه، دهنت يدي في الزيت فقط وخليتهم. كل ما نحتاج نبغي ندير بوراك ولا حاجه نجبد وحده منهم ونتبلها ونخدم بها، يعني في نفس النهار ان شاء الله في رمضان. النصف الثاني اللي بقى لي رحت تبلته، درت له شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع سكنجبير، شويه تاع كركم، شويه تاع توابل الدجاج، شويه تاع فلفله حمراء. هنا عندي توم بودره وعندي الملح. مانيش عارف كيفاش ما نسيتش الملح في هاد الوصفه. ندير لها تاني كمشه تاع معدنوس و3 مغارف تاع لا شابلور. فوالا عصره تاع الليم. وهذه هي نروحوا نديروا لها شويه تاع الزيت. فوالا نعجن مليح هذا الخليط تاعي. هنايا هادو راني رايحه نديرهم هادوك قريصات تاع الميني برجر. فوالا تاع ميني برجر. هذه هي نقطع هنايا بابي فيلم نديرها على زوج. نجيب هنايا بلاع، عندي بلاع هذه تاع بلاره، ونديرهم يعني باش يجوني كامل على شكل واحد، يعني ما تجيش حبه صغيره وحبه كبيره. هذه هي ندير هنايا ندهن البلا تاعي بالزيت كيما قلت لكم باش ما يلصقوليش من بعد، يعني من بعد من نكونجليهم كاع يلصقولي، يعني ننقرهم غير هكا من تحت بشويه بخدمي يتنحاو لي بالخف، يعني فاسيلمون ينقلعوا. فوالا ندير هنايا الخبيزات تاعي ونستفهم في البلا وندخله للكونجيلاتور، يعني حتى يحكموا روحهم غايه ويتكونجلاو لي باش عادك نروح نديرهم مع بعض في طبسي. لانه كان نروحوا مباشره نديروهم في طبسي ونكونجلوهم من بعد كي نبغوا نقلعوهم يعاودوا يتخلطوا لنا كامل، ما يبقاوناش هكا دوائر، يعني يتلاصقوا في بعضهم بعض، ولكن هكا يبقاو كيما هما. نعاودوا نولوا هنايا للفخوضه تاعنا اللي كنا ديزوسيناهم في اول الفيديو. هنايا نجيب الفخذ تاعي، انا غادي ندير يعني دوك تشوفوا معايا غادي ندير حبه اليقطين. هنايا نضربه شويه بهذا المرطو هذا تاع المطبخ باش ما يبقاليش هكا اللحم، يعني كيش نفهمكم، يعني ما يبقاش هكا اللحم مكور هكا شغل، يعني يطلق روحه شويه وما يكبر شويه الفخذ تاعنا، يعني ماشي بزاف غير شويه. نجي ندير له تتبيله تاعها. هنا التتبيله عندي شويه تاع فلفل اسود، عندي شويه تاع سكنجبير، الكركم، عندي تاني فلفله حمراء، عندي تاني توابل الدجاج، وعندي توم بودره. نزيد له هنايا شويه تاع توابل الشاورما ماشي بزاف، عندي شويه فقط تاع الكمون، يعني انا حبيت نضيف له الكمون يعطيه بنه تاني وما متجينا بنه مختلفه على اللي كنا نديروهم من قبل. درت له مغرف صغيره تاع لا موطارد ودرت له عصره تاع الليم. فوالا دوك نزيد له هنايا شويه فقط تاع الزيت ماشي بزاف، ونخلطوا التتبيله تاعنا. كنت نسيت الملح البناتي لا روماركيتو زدته من بعد. فوالا هنايا بانت لي بلي الخلطه تاعي راهي شويه عاقده، يعني جامده شويه وحاكمه روحها، طلقتها شويه بالماء، يعني بشويه فقط تاع الماء. فوالا هنايا زدت الملح في اخر لحظه، الحمد لله اللي تفكرته. يعني البنات الخلطه تاعكم جروها فقط بشويه تاع ماء، يعني بالك 4 كاس تاع الماء فقط، حتى اللي تولي شويه مطلوقه وتقدروا تطلوا بها هذاك الفخذ تاعكم. فوالا هنايا نطلي الجهه الاماميه تاع الجلده هي الاولى، ونزيد الجهه الثانيه، يعني ما كتروش بزاف، قيس ما نطلو فقط هذاك الفخذ تاعنا يكفي.
نخلو الفخاد تاعنا على جهه، نجو باش نعمروا الافخاد تاعنا. هنا كنت جبت شويه تاع لا فيون داشي، درت لها شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل اسود. يعني لا فيون داشي ما يبغيش بزاف التوابل، ماشي كيما الدجاج، يعني غير الملح والفلفل الاسود ويجي طعمه هايل ورائع. هنايا باش نشكل حبه اليقطين جبت هنا غرفيه، هذه غرفيه يعني عادي ديك الصغيره تاع الشوربه. ندير الخيطان نقسمهم، ندير على الاولى على شكل زائد كما راكم تشوفوا، من بعد نزيد زوج واحد اخرين نديرهم على شكل في او على شكل اكس. هذه هي. ونبداو نخدموا. اولا نديروا بابي فيلم فوق هاد الخيطان هادو، نديروا بابي فيلم لانه هو اللي غادي نربطوا فيه حبه اليقطين تاعنا. فوالا سيو كيفاش ندخلوا هذيك بابي فيلم داخل في الغرفيه. ونجيبوا الفخذ تاعنا نديروه في الوسط، يعني نديروه على من التحت، يعني الجلده تاع الفخذ تاعنا يجي من التحت. فوالا نجيبوا حبه الفيونداشي هذه اللي كنا درناها على شكل كره، نحشوها بالفرماج. انا كنت درت لها شويه تاع فرماج وكورتها ودرتها في الوسط كحشوه تاع الفخذ تاعنا كيما شفتوا معايا. نجو هنايا نقفلوا عليها، يعني نسيو كيفاش نقفلوا هذيك الحبه تاعنا، نبلعوا عليها مليح بالبابي فيلم. فوالا ونسيو كيفاش نحزموا هذوك الخيطان، هذاك الخيط يعني نحسموا عمليه الزائد هي الاولى كيما راه موضح في الصوره. ان شاء الله الصوره تكون واضحه ويكون الفيديو واضح. فوالا هذه عمليه الزائد. نزيدو نديرو عمليه الفي، يعني او الاكس، هذاك الخيطان هذوك تاع الاكس. يعني راهي حاجه سهله تنجم اي مبتدئه ديرها. فوالا ودوك هنايا بعد ما نكملوهم يبقاو لنا هذوك الخيطان، يعني هذوك الزوائد نقلعوهم بالمقص. وشوفوا هنا بعد ما قلبناهم كيفاش جاتنا حبه اليقطين، يعني شكل شباب. ومن بعد باذن الله تعالى في رمضان اذا كنا من الحيين رايحين تشوفوا معايا يعني طريقه التحضير او طريقه الطياب تاعهم. تقدري ديريها في الكوشه كما تقدري تفوريها، ومن بعد تقلوها عادي تحمروها وتكون واجده باذن الله. ان شاء الله نشارك معكم كامل الوصفات تاع هذا التحضيرات اللي درناهم كامل وحده بوحده ان شاء الله الا كنا من الحيين. اللهم بلغنا رمضان بالصحه والعافيه يا رب. كملت انايا يعني 4، درت 4 تاع اليقطينات هادو، شاركت معكم 2 ولكن درت 4. درتهم يعني في 4 درتهم يعني بنفس الطريقه. نجو هنايا الثالث مرحله او مانيش عارفه الرقم، والله ما على بالي الرقم، يعني من كثرت اللي كثروا عليا بزاف ما شاء الله. المهم هنايا نجود للرولي تاعنا، يعني درت 2 فخوذه تاع دجاج. انا حبيته رولي يكون كبير يعني طويل. نتوما الا بغيتوا يعني رولي يكون صغير تنجموا ديروا فخذ واحد، يعني ديروا شحال من رولي ويكون صغير. انا حبيت ندير رولي واحد كبير، يعني هذا واحد نديره في طبق. هنايا درت في الاولى كنت بندير غير فرماج وحده، ومن بعد قلت لا ندير بلا فيون داشي، يعني كيما درت في اليقطينات. فوالا درت كميه تاع فيون داشي كيما شتوني، ودرت حشيتها بالجبن. فوالا درتها بالجبن ونزيد لها هذا الجبن تاع القطع تاني، هذا يعطينا بنه شابه وتاني يدوب بنه، يعطينا يعني بنه وشكل كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله الصوره تكون واضحه والعمليه واضحه. ونجي نرولي الرولي تاعي يعني كما راكم تشوفوا، ونقفل عليه، نسيي نغلق كامل هذوك الفتوحات اللي يكونوا. هي على كل حال كي يتزير يتغلق وحده، يعني من بعد كي نزيروه يتغلق عادي. فوالا نزيد ندوبلي له البابي فين كيما درنا في الرولي تاع الدجاج المطحون باش يحكم لنا يعني لا فورم تاعه، وتاني باش ما ينحللناش ندوبلي له كيما هكا. ونجي هنايا نربطه بالخيط تاني، يعني الخيط تاعه ساهل، نديرو الاولى هكا واحد على الطول نحزموه كيما راكم تشوفوا على الطول، ومن بعد نجيب 3 أو 4 شرائح واحد اخرين، يعني 4 خيطان واحد اخرين كسار شويه نربطهم في الجوانب.
فوالا، يعني الصورة ان شاء الله تكون واضحة اكثر من الهضرة. ان شاء الله كل شيء يكون مفهوم وكل شيء يكون باين وواضح. والله هاد التحضيرات اللي ينقلعوا عليك التعب وتلقايهم كل حسنة في الكوزينة، سورتو كي تكوني عايه، كي تكون عندك حاجه، تكوني متعوبه، يعني ما يقدكش الوقت تكوني درتي حاجه واحده اخرى وما قدكش الوقت، ما تامنيش حال تلقايهم يعني تلقايهم حسنه، والله غير حسنه. فوالا، خصوصا يعني الوحده تلهى شويه، كما نعرفوا بلي رمضان شهر العباده، نلهاو شويه في قراءه القران، شويه في الذكر، في الصلاه نصلوا تاني النوافل، علاش لا؟ يعني فيها بزاف صوالح، ما نلهاوش غير في الماكله ونقعدوا ملي ندخلوا الكوزينه وحنا فيها ما نخرجوش حتى المغرب. والله لا دي فوا يأذن عليك المغرب وانتي مازال ما كملتيش. هنايا جيت البنات بقات لي شويه تاع لا فيونداشي، قلت انايا نديرها دي بولات تاع متوم، يعني نوجدهم هما تاني، وعلاش لا؟ انا غادي نكونجلي اللحم نكونجليه، اللهم نكونجليه وهو واجد هكا باش نجبد ونطيب ديريكتومون. انا اللحم تاع المتوم ندير له غير زوج سنه تاع الثوم، وندير له فلفل كحل، وندير له شويه تاع القرفه ماشي بزاف، يعني غير رشه خفيفه تاع القرفه تعطيني بنه هايله، وشويه تاع الملح، وزوج مغارف ولا تاع لا شابلور على حسب اللحم اللي يكون عندك. درتهم دي بولات وخليتهم بجهه. هنايا نروحوا للافخاذ تاعنا. شوفوا البنات باش نكون صريحه معكم، هذوك الاجنحه تاع هذوك 4 دجاجات اللي دسيناهم من رمضان، بصح الافخاذ لا، الافخاذ هذا كيلو شريته وحده كيلو تاع افخاذ، قلت عطيني غير افخاذ، عطاني واحد 7 افخاذ هكا في هذا الكيلو، وبغيت ندخله تاني في التحضيرات تاعي. الوغ هنايا عندهم نفس التتبيله، درت شويه كركم، شويه سكنجبير، شويه فلفل اسود، شويه تاع كيري دجاج، شويه تاع ثوم مرحي، فوالا، وشويه تاع لا موطارد. هذه الزلافه اللي منا يعني كانت بقات لي شويه من هذوك تاع الافخاذ، يعني التتبيله تاع الافخاذ زدت عليها، ما بغاش نرميها زدت عليها. هنايا نديرو مغرف تاع العسل يعطينا بنه هايله ويعطينا تحميره للدجاج تاعنا رائعه. ودرت تاني مغرف صغيره تاع القهوه تاع طماطم مصبره، تاني درت شويه منه وشويه منه، شويه تاع الزيت وشويه تاع الخل كما راكم تشوفوا معايا، وشويه تاع الملح، واخيرا ما نسيتش الملح. والله العظيم لا، تقريبا في كامل الوصفات كنت ناسيتها، يعني نتفكرها في اخر دقيقه. فوالا، نخلطوا مليح التتبيله تاعنا، شويه تاع لاموطارد البنات، والله ماني عارفه الا ذكرتها لكم ولا لا، المهم الا ما ذكرتهاش ديروا شويه تاع لاموطارد، ونجو نخلطوا التتبيلات تاعنا مع بعض، ندير الافخاذ تاعي هنايا يتبلوا، ومن لهيه تاني نزيد ندير الاجنحه تاعي تاني تتبل. الافخاذ كيما راهم ان شاء الله باذن الله تعالى كي يلحق الوقت تاعهم نديرهم في الكوشه، يعني مباشره نفرش لهم بلا، ندير شويه بطاطا من تحت، شويه بصل، شويه طماطم، وندير هذوك الافخاذ تاع الدجاج من الفوق ونغطيهم بالالومنيوم وندخلهم يتحمروا. والاجنحه تاني نفس الشيء، يعني تاني تبغي ديريهم مع الخضر، تبغي ديريهم وحدهم، يعني تحمريهم وحدهم وتكوني ديجا قليت لهم شويه تاع بطاطا ولا. المهم ان شاء الله باذن الله كامل هاد الوصفات رايحين تشوفوهم معايا في رمضان الى حيانا ربي سبحانه باذن الله تعالى. تاني هما نديرهم يتبلوا، انا صراحه خليتهم يتبلوا ليله كامله، لانه هنايا راني مع المغرب راني نصور معاكم، خليتهم في الفريجيدير يتبلوا. نجو هنايا للكبده تاعنا، الكبده هذه تاع الدجاج اللي بقات لنا تاني نديروا لها الدرسه. كنت درت شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع الكمون، تبغي هي الكمون، شويه تاع فلفله حمراء، شويه تاع توم بودره، واكدوا لي على هذه الكرويه، يعني تبغي بزاف الكرويه، درت لها شويه تاع كرويه، شويه تاع الملح، شويه تاع المعدنوس، والثوم، زوج سنينات تاع الثوم، انا الثوم اللي كان عندي شويه صغير درت زوج سنينات، انت الا كان عندك كبير ديري غير سنه، وشويه تاع الزيت. فوالا خلطتهم مع بعض، ندير لها شويه فقط تاع الخل ماشي بزاف، نخلط هاد الدرسه تاعي مليح وندير فيها هذيك الكبده تاعي. انا الكبده هنايا قطعتها كما راكم تشوفوا الى قطع شويه صغيره مليحه، ونخليها تتبل في هاد التتبيله تاني هي نص ساعه ولا ساعه ولا، ومن بعد نديرها في هذاك الطبسي جوطابل ونغطيها بساشي كونجيلاسيون ونخليها تتجمد. هنايا البنات عاود توليت للافخاذ تاعي والاجنحه، هنا كنت درت لهم شويه تاع الزعتر،
فوالا يعطيهم بنه هايله زعتر يعني للدجاج محمر تاعنا. هذه التتبيله البنات تقدروا ديروها حتى في دجاجه كومبلي. ودرت لها هنا شويه اكليل الجبل تاني يعطينا واحد البنه رائعه. نخلطهم مليح باش يتجانسوا لي المقادير. ومن نبغي نطيبهم البنات ندير معاهم الرند. نتوما الا بغيتو ديروا في هذه المرحله ديروا. انايا نبغي حتى نبغي نطيبهم وندخلهم للكوشه ندير معاهم 2 ورقات تاع الرند تاني يعطيني بنه هايله للدجاج تاعي. وهنايا راهم واجدين خلاص يعني خصنا غير نجمدوهم ونجبدوهم ان شاء الله في رمضان الى حيانا الله نلقاهم واجدين ما نزيد لهم ولا حاجه يعني كيما راهم نديرهم في الكوشه ونطيبهم. هنايا جبت لي زاسيات هادو تاوعي ندير كل يعني درت 6 تاع الافخاذ ندير 3 مع بعض و3 يعني هما في 6 غادي نديرهم في رحبه ولكن طبسي صغير يعني ما يرفدليش كامل 6 درت 3 منا و3 منا. مام هادوك الاجنحه رايحه نقسمهم تاني على 2 ندير نص الاجنحه منا ونص الاجنحه منا. يعني تقريبا البنات وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو البنات ان شاء الله يعني ديتوا معايا افكار يا لو كان قليله يا لو كان فكره وحده عجبتكم. نتمنى تعطوني ارائكم في التعليقات شكون اللي دير تحضيرات شكون اللي ما ديرش الا راكم مع التحضيرات او ضد هذه التحضيرات يعني ماذا بيا هكا نعرف ارائكم. اسكو راكم تأيدوني في الراي ولا لا. وهذه هي. وهنا كملنا يعني كامل التحضيرات تاوعنا. كنت قلعت هذوك لي دونات ودرتهم في ان ساشي شوفوا هنايا كيما راهم ونغطيهم بساشي كونجيلاسيون يعني هكا يبقاو لي محفوظين في الثلاجه ما يدوا لي لا روائح لا والو. وهنا كنا كملنا كامل التحضيرات اللي وجدناهم مع بعض. شوفوا لي هادو كيفاش جمدتهم ودرتهم مع بعض هكا ما يتلاصقوا ما والو ونغطيهم بساشي كونجيلاسيون. هادوك الدوائر تاع الهامبرغر فوالا. هادو الروليات تاع الدجاج وهادو الروليات تاع الافخاذ درت 2 دجاج و2 افخاذ. درت هادوك اللي قطينات كيما شفتوا هذه الكبده هادو لي بول تاع لا فيونداشي اللي نديرهم في المتوم ان شاء الله. هذه هنايا تاع الشاورما وهادو هنايا تاع لي بروشيت ان شاء الله من يجي وقتهم نشري اعواد الشواء ونديرهم في اعواد الشواء ونديرهم في الطاجين باذن الله تعالى. هنا الهليلات شوفوا كيفاش خرجوا لنا او تشارك المالح يعني سميته تشارك المالح مانيش عارف راني نيشان ولا لا. هنا لي دونات تاعي شوفوا بعد ما جمدتهم تاني يعني فاسيلمون يتنحاو لكم من هذوك لي مول وتقلعوا لهم هذاك البابي فيلم وديروهم في طبسي. هنايا كان بقى لي هذاك الفخذ يعني كما قلت لكم عندي 7 فخوضه في الكيلو انا درت غير 6 وبقى لي هذاك درته معاهم. هنايا عندي هاد الرقبه اللي قلت لكم لاصقه فيها شويه تاع الظهر خليتها باش نبنن بها الشوربه. واخيرا هذوك العظومه اللي شفتوني قلعتهم من الافخاذ اللي ديزوسيتهم باذن الله نديرهم نطيبهم غير شويه ونقلع هذاك العظم نديره ان شاء الله في الافخاذ الدجاج الكذابه تاني باذن الله راح تشوفوا معايا هذه الوصفه في رمضان الى حيانا الله. نتمنى يكون عجبكم لا فيديو البنات. الى عجبكم ما تبخلونيش بالجيم وبالاشتراك وبتعليق شباب باش يشجعني ويحفزني نزيدكم اكثر. وهاد الايام ان شاء الله راح ندير معاكم باذن الله انجح وصفه تاع لاباط فيتي ان شاء الله ديروا بها حاله في رمضان مع بعض المملحات اللي تنجموا تاني تخبوهم وتكونجلوهم لرمضان ان شاء الله باش تلقاوهم واجدين. وصلنا البنات لنهايه الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وتكونوا ديتوا منه افكار ويكون فادكم باذن الله تعالى. ومع السلامه حنوناتي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.